شو لعبتك يا رب؟ قديش انا؟ 250 كسر. قديش؟ 250 كسر. طشي. ايه بحياتي ماني طالع. بدك 3 ايام تطلع. قوم ولا قوم وديني، ما وعدت توديني ادهم؟ قوم يلا. بدي افهم شو ناطرك بالبيت. لك لي اسبوع ما رحت على البيت وروح. بعدين حاسس حالي رح يرخي بدني ونام هوني. عندي في عم طلوع الضوء بتروح على المدرسة، ولك حدا بيطلع على المدرسة من طلوع الضوء. الحق على سارة اللي أمنت لك لك شغل. دخيلك انت وسارة. شو ها؟ 250 كسر لك شو هاد؟ اسمع شو هاد؟ شو هاد؟ شو ها؟ في شيء زلزال يعني؟ لك شو هاد؟ الشرطة معبي الحارة وليه على حظ وليه انشحطت خلص. شو بقى؟ هلا ثلاثة شرطة وهم صاروا معبين الحارة. أول شرفي فكرت في شي 50 شرطة. ليكون هذا اللي شفناه تحت أبو قلابية هو راح. الله يعطيك العافية. شو هالبناية هيك؟ مصيبة هي مو بناية. سمعنا شوي يا اصلا انشحطت ما في مجال. وين رايح؟ راح يشحطون. لك انت ايش حطك؟ ايش عاملين نحن؟ عود البيت. ان شاء الله خلاص. يلا ان شاء الله خلاص. خلص هذا الكلب. لا يا معلم. صار له شيء؟ طارق. لا ما صار له شيء بس شكله شربان هو كثير ما. شربان ايه شربان؟ سمعنا يا عروب. سمعنا يا زلمه. عفوا اختي انتوا طلبتوا الشرطة شيء؟ لا ابدا. بلاقي عندك شوية سبيرتو؟ إيه اكيد. لكن شيء. عصرة ليمونة، حطوا له عصرة ليمونة. شلون؟ يا الله. اذا بتركبوا جرس مو احسن؟ بلا بس ان الشباب اللي جوا ما بيفيقوا الا بهي الطريقة. حتى شوف. لك انت بتشتغل دربكاتي بالعاده. صباح الخير. صباح النور. مين فيكم المحامي بقى؟ انا رفيقه للمحامي. انا محامي. شرفنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بلشنا. فكر بقى. يلا بس انه نحن انا فصل مش انت. قلنا لك الصوبيا وانت عم تتدفى. تعال قبل افتح مش اخته للجيران. عمو بلو لا كيف مساكين. شوشيات فوقه تنتين هون جنبه بيفلجوا شيء بتوصي بالمكتب على المضبوط. خيو ملاحظات. لكن امه قولي البنت. وتطلب انت وياهم على اساس ناقصني انا. الله بهالوش انت ما عم بحكي معك، عم بحكي مع الدكتور. شو دكتور؟ لكن امه قولي البنت ماشي؟ لا حبيبي يسلموا، انا شبعان بنات. على فكرة ما حلوة بحقك منوب الجملة. شو يعني هي شبعان بنات يا دكتور؟ افتح ريشة. شفت شلون منحوتة نحت مثل الجاكور ولو؟ ما بالمناسبة الأم بصغرها كانت أحلى بكثير من البنت. أفاها منقل هيك مثل المية، منفخة من على الجوانب وراكها محباية مثل المشويين. شايف مشان الله هذا شو جاب؟ شو بعرف انت شو جاب؟ فضولي جابني. قلت لحالي بدي اعرف شو صار معكم امبارحه بعد هالميمعه. اصلا انا نسيت الشنتايه والمصاري والموبايل. المصاري. المصاري؟ نسيت المصاري؟ اللي بيسمعك بيقول مصاري، قول مصاري هيك شوي قليله هي. لا ولك احمدوا الله كان معي 50 ليره بجيبتي ولا كنت تبهدل. تشرف استاذ شوف بعينك هي 150 ليره مشان ما ضل تتفلسف. اوه شو عندكم اليوم؟ شو عنا اليوم الساعة 8:30 بس اخونا طارق ما قدر ينام قال لانه ما له مفرش اسنانه. يشرف اذا المشرد هذا طلع معه فرشاية اسنان، انت ما عندك فرشاية اسنان بالبيت. الله كريم. لك يا عرب انت مو على اساس عندك موعد مع المديرة شايفك مرنخ. والله انا فكرت اليوم. انا والله فكرت بكره. انا فعلا اسف. يحرق عرضك.
بتضل بتقتل حالك على الشغل وبس يصير عندك ببلش تتعطل. شو هي اللي اخذتها اخر شيء؟ شو تفلسفت؟ تتعطل من الأعطلة. أعطلا يتعاطلوا الحاح. تتعطل وشوشيات. انا بفهم انه سعد لغى المسبات صار عنده بنوته، بس انت شو والله جبراك؟ ولا انت كده طبعك كده؟ خيو تشربوا قهوه؟ ما في اكيد. والله شو صار معكم امبارح؟ صباح الخير، كيف الصحة؟ سمعت صوت عزف بيانو كتير حلو فعرفت انك فايق. تذكرتني معك؟ ليش انت بتنسى؟ وين سمعت صوت البيانو ونومها؟ يلا فرصة سعيدة. بس آسف جدا. لا ما في داعي ترجع لعندي مرة ثانية، خلص فات وفات. خير؟ لا يعني بدي اتشكرك والله مشان امبارح، وانا ما بعرف بس بعرف على ما كنت عامل شيء شو بدك؟ قهوة، شاي، سكر، قلي شو بدك؟ لا ولا شيء سلامتك، بس بكان قهوة إذا فوت. شو عرفك انه قهوة؟ لا اذا بتكون شقرة سمرة مهيلة بيكون ممتاز. عم بمزح القهوة مهيئة. أي طلبات ثانية؟ لا بس دولة بعرف حالي سئيل، يعني شو حالي؟ يعني ما بعرف ان شاء الله تكون فهمت علي. هلا رح ساوي قهوة، صب فنجان إلي وبتاخذ أنت الباقي. إذا بتحب أنا بساويها عنك، أنت ريح حالك. لا ما في داعي، أنا بحب ساوي قهوتي بإيدي. هو هيك أحسن واحد. شو وضع هدول اللي فوق وهدول اللي تحت؟ لأنه ما استوعبت شو صار امبارح، والحقيقة ما حدا رضيان يقول لي شو الوضع. هلا اللي تحت أبو محمد كل فترة بيشتكي عليهم، بيجوا الشرطة لهون بيكبسوهم بياخذوهم لعندهم، بيكبسوهم بيطالعوهم. هلا صاروا يخبروهم مشان يفضوا البيت وكل شيء بسعره. لما انتوا اجيتوا انقرقوا فكروا انه انتوا عم تتجاوزوهم، مشان هيك بعتقد انه تضايقوا منه. أو أبو محمد ما مل يعني؟ ابو محمد قرر يبيع البيت لانه اولاده بلشوا يكبروا واللي فوق بلشوا يندموا. يعني وما حدا اشتكى عليك من أهل البناية؟ عافا مشان صوت البيانو هيك قصدي. أنا سئيل كثير، يمكن الله وكيلك من رعبة امبارح، لأنه كل ما بتذكر شو صار امبارح والله بينسلق بدني لك ابني انت شو ناطر تروح على الجيش؟ يصير سلام؟ سعود أنت محملها كثير. شو يعني إذا بتحب اثنين؟ لا أول واحد لا آخر واحد. المشكلة إنه واحدة من هدول التنتين بتكون مرته. طيب وين المشكلة؟ يعني واحدة من هدول التنتين بتقرب. لك انا ليش بحكي لكم؟ انا ليش بتعب حالي وبحكي؟ ابو سعود ليك هلا انت مو ما صار شيء بينك وبين ليال، فيك بكل بساطه تقول هذا الشيء للينا وتقول انك انت رح تتعزيها وخلصنا. ليش مكبر القصص؟ ما عم بفهم. لأنه من جوا حابب يطلق لينا، بس لا تقنعني أبو السعود إنه ما صار شيء بينك وبين ليال. نعرف بعض. شباب انا ليش تزوجت؟ لأنك حمار، عدم مؤاخذة يعني، آسف. أنت كنت بدك تهرب من ليال، قام وقعت بلينا. ليك ساعات ليك لا تخرب حياتك لا مشان مصاري ولا مشان شيء بالدنيا كلها. خذ مني هذا الحكي. لا لحظة عيني، شلون يعني لا مشان المصاري؟ لا يا سيدي مشان المصاري. شو نحن قاعدين بالمدينة الفاضلة؟ معلش تاكل هوا حبيبي إذا ما طلقت هلا بعد 30 سنة رح بتطلق أكيد، وخاصة إنه لينا معها حاكم يخزي العين عنا، مفترضتك محامي بأمريكا. إلا شو لتعيش عمرك كله عم تاكل هوا ومأكل غيرك هوا؟ روح لك حبيبي عيش حياتك واتركها تعيش حياتك. يا اخي المشكله هذا هو الزواج. شو يعني اذا غيرت الشريك؟ ما نفس الشيء هي ولا غيرها؟ واني اعيش هيك لحالي بقمع راسي والله ما بتصور اني اقدر. ولشو عم تاكل هوا؟
وتتفلسف. انا عم بحكي وابكي لك يا اخوات ليها مو انتم امبارح طول الليل على شباك انت مو هلا صار هيك؟ لك والله شباب اخي لا تسالني لي اساله له انا ما فيني شيء شو على اساس رفقات ومدري شو. ايه انت ما فيك شيء، ولانه على اساس نحن رفقات انا عم بحكي معك هذا الكلام. انت بتعرف شو صاير فيك استاذ؟ صاير فيك انه عيني فيه وتفوق عليه، انت بتحبها ليال بدك تتزوجها بس ما بتقدر تتزوجها لانه هي قادره وقويه، فشو رحت عملت؟ تزوجتها للينا على اساس انه هذيك الطابسه فيك للعمى، ولينا داخله دخله ماكنه باخواتك على اساس انتو شو يابا؟ الشوام البناديق، وهي بنت الضيعه الغبيه. عم شو طلعت؟ ما طلعت البنت الدرويشه، خوزقتكم وخورفتكم بمقدم ومؤخر هالقد قده، وطلعت البنت بدها تلعب بالشامي وبدها ديارة مع شيكو، وهي انت لك عم فيك تخرس يا عرب؟ لا سيدي ما اخلص، لازم تسمع على اساس حاطط حالك الموضوع هيك مثل العاده، ايه دائما هروب. شو بك يا اخي ديبك ولا بتتغير انت؟ ماني مضطر، بعدين انت حاجه تجيب لي العالم وتطبطب عليهم على اساس عم تخدمهم وتفيدهم، ما حيستفيد سعد من القصه، لازم تجيبه وتقول له شو عم بيصير وتقول له اختار، بكره بصير عمره 50 سنه يا زلمه، بيقول لك يا ريت عملت ويا ريت سويت، ما بصير الحكي. ممكن اعرف ايش عم بتبهدلني لإلي؟ صحيح ليش عم بهدلك انا؟ شو بحكي فيك؟ قبل ما تيجي تنظر على سماية يا سيد يعرب وتتفلسف وتحلل شخصيتي روح تطلع بحالك، صار عمرك 28 سنه ولهلا مانك عامل شيء، والواضح انك ما راح تعمل، وبحجه انك بري ولا منتمي وغير مبالي لاحش اهلك، واذا بيموتوا ما بتساعدوا بفرنك، وكلنا بنعرف. شو بتعرف؟ شو بتعرف؟ ليش سكتت؟